السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي. أرحب بكم، إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم راح نسولف بيه عن موضوع مهم، إن شاء الله تستفيدون من عنده. فإذا خلينا نبدي على بركة الله. هذا الموضوع من خلال تجربتي ومن خلال اللي صار بي. الموضوع اللي أتكلم بيه واللي المنظر اللي دا تشوفوه، هذه ركبتي. صار لي تقريبا أسبوعين أو أكثر على هذا الحال. صارت عندي إصابة، وقعت بالشارع، والوقعة كانت بسيطة، يعني ما كانت يعني مو قوية، لكن سبحان الله حسيت إنه فد شي صار بركبتي. لكن مع ذلك ظليت ما رحت للطبيب. عاندت. يعني قلت إنه بدت تتحسن، يعني عرفت إنه طبعا صار ورم، تورمت وألم وما أقدر أحركها وما أقدر، يعني حتى من كثر الألم، حتى نفسي صرت ما أقدر أخذ نفس من الألم. لكن ورا يومين الحمد لله كل شي صار زين، فقلت لا خلص هاي ضربة بسيطة وراحت، يعني وقعة وخلص، يعني مثل عثرة يعني وخلص. لكن ورا تقريبا أسبوع فات نفس الشي، ما أقدر أحركها. فاتت 10 أيام ونفس الحال، يعني ما يعني تحسن، لكن بسيط جدا، لكن الألم موجود، التورم موجود، ما أقدر أحركها، ما أقدر أمشي. ف يعني اضطرينا إنه يعني أنا وأخويا رحنا للطبيب. آه، فطبعا الطبيب فحص، شاف، يعني قال هنا ألم هنا ألم. بعدين قال أريد أشعة. الأشعة قال أريد رنين. أنا بصراحة يعني الرنين ما أدري، أخاف منه، ويعني ولا هو إجراء طبيعي، يعني حسب ما قال الطبيب إنه هذا إجراء طبيعي، لازم حتى نشوف شنو اللي صار بالأوردة، الأربطة. ف يعني أنا عادي، يعني قلت هذا هسه يطلع شيء بسيط جدا، لكن من الطبيب، بعد من يعني برا نتيجة التحليل والأشعة والرنين، اتضح إنه أنا عندي كسر بالركبة. بصراحة يعني تفاجأت وخفت، يعني قلت يعني ما معقولة، يعني هذا الشيء، يعني وقعة بسيطة أدت للكسر. بس يعني الحمد لله الحمد لله والشكر، الحمد لله إنه كان الكسر ثابت بمكانه، يعني ما متحرك من مكانه، وإلا حسب ما قال إنه لو متحرك لازم يرجع يكسره، من يعني يعدله ويبنوه. لكن الحمد لله والشكر ما يعني ما وصلنا لهالمرحلة، إنه الكسر كان ثابت بمكانه. وكان مار تقريبا يعني 10 أيام على الإصابة، فالدكتور قال إنه ما تتطلب يعني بناء، ما بناها، لكن خلالي هاي يسموها الدعامة. هذه الدعامة يعني هسه تشوفون هذه منها مثل كأنه حدايد هنا، فشي قوي يعني، لازمها للركبة. فلما قلنا له، يعني قلت له انه يعني الوقعة بسيطة، يعني مو يعني ما تؤدي لهاي. قال السبب هو نقص فيتامين دي أدى للكسر. يعني نقص فيتامين دي اللي عندي مأثر على العظم، يعني انه العظم صاير رقيق جدا، فأدى للكسر. لأنه أني قبل كم سنة وقعت وقعة، بعد يعني عثرت بالدرج، وصارت الوقعة على مفصل القدم، وحسيت إنه فد شي طق. مع ذلك لما سويت أشعة والرنين ما طلع لا كسر ولا، بس تمزق بسيط وراح. فطلع إنه تأثير نقص فيتامين دي عندي بشكل مو طبيعي. فحبيت بهذا الفيديو أقول لكم إنه أرجوكم أرجوكم، إذا أنتوا عايشين ببلد بارد، إن كنتوا بالغربة أو كنتوا بلدانكم، يعني إحنا بلداننا العربية بيها شمس، مو ما بيها،
بس مرات ما نتعرض، يعني قليل نتعرض الفيتامين دي عفوا نتعرض للشمس، واللي احنا الشمس هي اللي اساسها يعني ناخذ نستمد منها فيتامين دي. فأرجوكم يعني ديروا بالكم، إذا أنتوا حاسين آم، أنتوا في بلد ما تتعرضون الشمس أو بيتكم ما يدخله شمس، أرجوكم تروحون تحللون فيتامين دي. وإذا طلع عندكم لا سمح الله نقص، لازم تروحون، لازم تاخذون فيتامين دي، لأنه يأثر على العظام، ولا سمح الله يقدي مثل ما تشوفون يعني وقعة بسيطة أدت للكسر. ف يعني أتمنى ما تغلطون هاي الغلطة، إنه يعني أني أدري عندي نقص فيتامين دي، لكن بصراحة ما كنت آخذ أدوية، ما كنت يعني ما منطية الأمر الأهمية يعني. لكن لا، سبحان الله، يعني رب العالمين في دول عينه ما يسوي شيء إلا حتى يحذرنا من شيء أكبر. ومثل ما يقولون رب ضارة نافعة، يعني الآن عرفت إنه لازم آخذ فيتامين دي شئت أم أبيت. لازم يعني ما بيها مجال بعد. فحبايبي أتمنى تتعظون من هذا الشيء، إنه لازم تاخذون فيتامين دي وتديرون بالكم عليه، لأنه يعني حتى الدكتور خوفني إنه قال لا سمح الله يعني كل ما يتقدم العمر، قال إنه يعني ممكن يصير عندكم هشاشة عظام، يعني بالكبر يعني شايفين. فحبايبي ديروا بالكم من هذا الموضوع، لأنه صعب جدا. وأني تقريبا صار لي هذه أسبوعين أو 3 تقريبا، وبعد بعد يعني حسب ما الدكتور يحدد إنه شو وقت أمشي. وحاليا دا أمشي بهذه العصا، هذه العصا دا أمشي عليها. ويا ريت يعني ما أقدر إنه أمشي ب يعني إلا أحد وياي يعني شايفين، لأنه لازم ما أدوس عليها نهائيا لمدة شهر كامل. ورا الشهر الطبيب يلا يحدد هل أقدر أدوس عليها أو لا. فبصراحة شيء متعب وشيء مؤذي، يعني أني لأنه بصراحة طبعي ما أحب أقعد، يعني يعني حتى لو ما عندي شيء أقوم أسوي لي شغلة، أسوي لي شيء، لكن قاعدة وبدون حركة، بدون شيء مزعج، يعني شيء يعني حتى مليت يعني. بصراحة ملل يصير وإزعاج، لكن الحمد لله على كل حال، رب العالمين هذا الشيء كاتبه حتى يدفع علينا شيء أكبر بإذن الله تعالى. رب العالمين إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية، ويمنحكم كل راحة البال والطمأنينة، ويبعد عنكم كل سوء بإذن الله تعالى. أترككم حبايبي بخير وعافية، ونتلاقى بالخير دائما إن شاء الله. باي باي، سي يا قروشروس.